لسه من شوية قاري تصريح للكابتن أحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك إن هو معترض على نظام الدوري الجديد اللي أعلن عنه رئيس رابطة الأندية الأستاذ أحمد دياب. والحقيقة مش هو ده اللي أنا طالع أتكلم عنه، ولكن هو برضو من ضمن التصريحات اللي قالها إن هو الموسم اللي جاي الزمالك مش هيلعب في استاد الإسماعيلية طالما الأهلي مش بيلعب في استاد الإسماعيلية من مبدأ تكافؤ الفرص. والحقيقة الناس هنا فاهمة مبدأ تكافؤ الفرص غلط، فاهمة ان مبدأ تكافؤ الفرص زي ما الزمالك بيقابل الاسماعيلي في استاد الاسماعيلية، يبقى الاهلي هو كمان يقابل الزمالك يقابل الاسماعيلي في استاد الاسماعيلية. والحقيقة ان طالما الموضوع هيمشي بالمبدأ ده يبقى المفروض ان ال 17 فرقة التانيين يقابلوا الاسماعيلي في استاد الاسماعيلية، وده ما بيحصلش لان النادي المصري بيقابل الاسماعيلي في استاد برج العرب في اسكندريه. ده مش بس كده، ده لازم ال 17 فرقه كمان يلعبوا في نفس التوقيت، ما يبقاش فرقه بتلعب الساعه 4 وفرقه بتلعب الساعه 7 وفرقه بتلعب الساعه 9. وبرده مش بس كده، ده لازم يلعبوا في نفس الظروف المناخيه. ما هو ما ينفعش فرقه، ما ينفعش مثلا الاهلي يقابل الاسماعيلي والملعب بيبقى كويس والجو حلو، والزمالك يقابل الاسماعيلي ويبقى المطره موتره والملعب مش مظبوط وعمال بيزحلق. فهنا مفيش مبدأ تكافؤ الفرص. الحقيقة من اللي انا قلته ده ان مبدأ تكافؤ الفرص بان زي ما انا بلعب في الاستاد ده يبقى انت كمان تلعب في الاستاد ده، ده مفهوم خاطئ. انما المفهوم الصح لمبدأ تكافؤ الفرص ان الظروف اللي بتتوفر للفريقين في الدور الاول والدور الثاني تكون ظروف متساوية ما بين الفريقين، بتخلي فرص الفريقين ليهم نفس النسبة في ان هما كل واحد فيهم يكسب المباراة، يبقى 50-50 زي الظروف ده هو ظروف ده. زي كده لما الاسماعيلي جه هنا لاعب الزمالك على ملعبه في استاد القاهرة في وسط جماهيره وجماهير الاسماعيلي اللي بتيجي، نفس الوضع. الماتش اللي بعديه او الماتش التاني بتاع الدور التاني الزمالك هو اللي بيروح للاسماعيلي في استاد الاسماعيلية في وسط جماهيره، وجماهير الزمالك هي اللي بتروح. اذا الظروف بتاعت الفريقين بتكون متساوية في الدور الاول والدور التاني، بتخلي حظوظ الفريقين متساوية في الدورين ان كل فريق ممكن يكسب. زي ما الاهلي بيقابل الاسماعيلي في استاد برج العرب ملعب محايد، لا هو ملعب الاسماعيلي ولا هو ملعب الاهلي، وبالتالي الظروف متساويه للفريقين ان كل واحد ممكن يكسب في الدورين لان هم بيتعرضوا لنفس الظروف ونفس الموقف، وبالتالي فرص الفريقين بتبقى متساويه. وبرضو من ضمن الموضوع او من ضمن الحاجه اللي المفروض ان احنا نفهمها ان الموضوع لعب النادي الاهلي في استاد الاسماعيليه دي لا مسؤوليه الاهلي ولا مسؤوليه الاتحاد، دي مسؤولية نادي الإسماعيلي، لأن كل نادي في الدوري هو اللي مسؤول إنه يجيب الموافقات الأمنية للملعب اللي بيلعب عليه. الأهلي جايب موافقة أمنية إن النادي الإسماعيلي يلعب في استاد القاهرة، لكن الإسماعيلي هو اللي مش جايب موافقة من مديرية أمن الإسماعيلية إن الأهلي يلعب في الإسماعيلية. وبالتالي هنا المشكلة مش عند النادي الأهلي، المشكلة عند نادي الإسماعيلي. لما نادي الإسماعيلي يجيب الموافقة الأمنية إن النادي الأهلي يروح يلعب في الإسماعيلية مش هيكون في مشكلة، النادي الأهلي هيروح يلعب في الإسماعيلية والإسماعيلي هيجي يلاعب الأهلي في استاد القاهرة، وهيطبق نفس المبدأ اللي أنا لسه قايله. الأهلي هيلعب على ملعبه في استاد القاهرة والإسماعيلي هيلعب على ملعبه في استاد الإسماعيلية، ويبقى هنا ظروف الفريقين متساوية في الحالتين. زي ما بنلعب في ملعب محايد، لا كل فريق بيلعب على ملعبه. يا ريت يا ريت نبطل النغمة دي لأنها نغمة بقت سخيفة وترد عليها كتير، وبرغم إن طلعنا وبرغم إن إحنا وضحنا عارف برضو النغمة دي هتستمر، لأن دايما باستمرار بتبقى حجة الفاشل مسح السبورة. والسلام عليكم.